ودلوقتي حلقة جديدة من حلقات مسابقة دكتور محمد محمود طنطاوي. الحلقة النهاردة يبان موضوع بسيط، بس أنا عايزة أقول لكم إن الشكوى دي موجودة في كل البيوت، وهي البرين فوج، اللي هي ترجمتها بالعربي ضبابية الدماغ. ضبابية الدماغ لما اترجمت أو اتعرفت في الأول قالك إن الإنسان بيبقى مش قادر يفكر كويس، مش قادر يستوعب، بيسمع الكلام مش قادر يترجمه. ودي لما اتقال زمان قالك إن هي بتحصل مع الناس اللي هي إيه، مرت بمرض شديد قوي، مثلا اتحجز في عناية، جات له جلطة وخف منها، حاجة مرض شديد قوي اتعرض ليه، أو مثلا بياخد مثلا زي علاج كيماوي. المهم إن في حدث قوي حصل للجسم، فبالتالي بتبتدي تحصل ضبابية الدماغ. دلوقتي لو ان تقريبا كل الناس او معظم الناس بتعاني من ضبابية الدماغ، عدم القدرة على التفكير، على الاستيعاب، انها تفهم الكلام اللي بيتقال لها. ولو ان السبب في الموضوع ده سببين كبار قوي. اول حاجة ان كمية السكر اللي الناس بتاكلها كتيرة جدا، اكتر بكتير من واحنا كنا صغيرين زمان في بيوت اهالينا. سكر كتير قوي. احنا زمان كنا اخرنا طبق مهلبيه، طبق رز بلبن ويتعمل في البيت، لكن دلوقتي احنا بقينا يعني نحشي الحاجه ونقليها، وبعد ما نقليها نطلعها نغطسها في حاجه ونرجع نحط عليها حاجات تانية. فطبعا حدث ولا حرج بكميه السكر الناس بتاكلها في اخر 10 15 سنه، اكتر بكتير من زمان. تاني حاجه الشاشات. طبعا اطفالنا بالذات في اوقات الصيف ممكن يقعدوا من 10 ل 12 ساعه على الموبايل والتلفزيون متواصل. واصحابي والامهات يبتدوا، يعني دي حصلت اكتر من مره، ان تقول لي ابني مش مركز، ابني حاسس ان دماغه مشوشه، دماغه عامله زي المهلبيه، مش قادر يفكر كويس، مش قادر يستوعب، مش قادر يذاكر. قولي لي على فيتامينات كويسه. لما هتيجي نتكلم مع بعض دلوقتي ان احنا ازاي نتعامل مع ضبابية الدماغ، هتكتشفوا ان التغذية وان موضوع الفيتامينات ده اخر حاجة في الليسته. طيب نتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ اول حاجه ان احنا لازم نقلل السكرين تايم، وقت الشاشه ده لازم يتقلل. عشان كده دلوقتي بقى في ابلكيشنز بتخلي الاب او الام يتحكموا من الموبايل بتاعهم في الوقت اللي مفتوح فيه الشاشه بالنسبه لاولادهم. يعني يجي مثلا بعد ساعه ويروح عامل اوتوماتيك التليفون يروح مقفول. فاول حاجه لازم نقلل وقت السكرين، سواء كان كبار سواء كان صغيرين، ومثلا وقت محدد في اليوم ومش كل يوم. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا اقلل بقى سقف التوقعات بالنسبه للتاسكس او المهام اللي هو يعملها. يعني ايه؟ يعني ما اجيش اقول له حبيبي معلش اعمل لي بقى ايه، حل لي ال10 صفحات دول، هو مش هيحل. ما بعتوش المطبخ واقول له اطفي نور المطبخ واعمل لي كذا وهات لي لا لا لا، مش هيعمل الكلام ده. انا لازم اقلل سقف توقعاتي واديله تاسك واحد، مهمه واحده فقط يعملها، اديله اللي بعديها حل الورقه دي، روح اطفي نور المطبخ، وهكذا. ابتدي ادي الاوردرز واحد، وبعد كده بالتدريج ابتدي ازود مهمتين وثلاثه وهكذا. دي تاني حاجه. تالت حاجه اللي الناس بتستهون بيها جدا، النوم. في ناس النوم مش في بالها، ودايما ساعات النوم هي اكتر حاجه بتيجي عليها. النوم ليس رفاهيه، وانا من يعني انا عندي النوم ده حاجه كبيره جدا. وان لو ما نمتش كويس انا ما بعملش اي حاجه، ما بعرفش اعمل اي حاجه في الحياه. النوم ده اهم حاجه. وعشان ننام كويس، وان شاء الله انا هعمل فيديو مخصوص عن النوم، ازاي ان احنا حاجات معينه نعملها عشان نقدر نحافظ على الكواليتي بتاعت النوم، وننام كويس في جسمي يبقى نشط ويقدر يشتغل، والمخ يبدا يشتغل. اصل خلي بالكم دي النوم ده الفتره اللي المخ بيبتدي يرست وينظف ويظبط وكده. انا مش بديله الفرصه دي، انا عماله شغاله حاطه الفيشه على طول. فالاوضه تبقى هاديه، تبقى نظيفه. ان شاء الله هعمل لكم فيديو عليه. بس احنا محتاجين ننام كويس جدا جدا، وتبقى الساعات بتاعه النوم اللي هي ساعات بالليل وساعات محترمه، بحيث ان انا فعلا لما اصحى من النوم احس ان انا نمت. رابع حاجه الرياضه، والرياضه ليست رفاهيه. واقصد بالرياضه اي حاجه تعملها بنيه ان انت بتتريض، بنيه ان انت بتعمل الموضوع ده عشانك، عشان صحتك، عشان الاكسجين يوصل للمخ، عشان الدورة الدموية تشتغل كويس. الشتاء داخل والجو كويس والشمس اتكسرت، ابتدي اركن عربيتك بعيد وروح مشوارك 10 دقايق، وال10 دقايق وانت من جوه بتقول انا بمشي ال10 دقايق عشان انا بتريض، انا بعمل ده لنفسي عشان صحتي. فالمشي ابسط حاجه، ولو ان هي احسن حاجه في كل القصص اللي احنا بنقعد نتكلم، جيم بقى والحبل لا لا لا. لو مشيت بس نص ساعه ان شاء الله حتى متقطعه في اليوم، انت كده استفدت واخدت الفايده بتاعه الرياضه. نمرة 5 الاسترس. واقصد بيه الاسترس، طبعا انا قلت لكم وعدتكم ان انا هعمل فيديوهات عن الاسترس، والله ومحضره لكم حاجات كتيره جدا، بس انا محتاجه دعوه حلوه كده تطلعني من اللي انا فيه ده. الاسترس لما تلاقي نفسك اتشديت فجاه، حد مثلا عايز تمسك في زماره رقبته بقى وبتاع، وما اكثر يعني الاشخاص دول في حياتنا. غمض عينك وافصل كده واعمل تمرينات التنفس. دي حل سريع بسيط بينجز. تمرينات التنفس، تغمض عينك، تاخد نفس عميق
تكتم النفس شويه جواك وبعد كده تبتدي تطلعه بالراحه بالبطيء. اعمل التمرين ده 10 مرات وادعوا لي، والله سحر والله. نيجي بقى لنمره 6 اللي هي كان اول حاجه بينططوا عليها. قولي لنا ايه على الفيتامينات. التغذيه. اول حاجه انا يعني لازم اشيل كل القمامه، وانا هستخدم اللفظ النظيف، يعني كل القمامه اللي انا بحشي بيها جسمي وجسم ولادي، كل ما هو في اكياس، كل المواد الكيماويه اللي بقى اللي متعبيه في اكياس، العصاير، الصودا، الحاجات اللي بتعطيكي جوانح ولا بتعطي جوانح ولا حاجه، دي بتضيعنا وهترمينا ورا الشمس. السكر الكتير، كل الحاجات دي انا محتاجه الاول اشيلها، اشيل قمام، عشان والله لما عملت ايه في اكلي واخدت ايه فيتامينات ولا هيحصل اي حاجه في الحياه. فانا محتاجه اشيل الاول ده واعوضه ان انا اكتر قوي في الخضار والفاكهه والورق الاخضر، الجرجير والبقدونس ده اللي احنا ناسينه، والبصل الاخضر. الحاجات دي سحر سحر سحر، احنا محتاجينها، احنا اكتر ناس محتاجينها واولادنا محتاجينها، ولازم تبقى مصط ولازم تبقى سناك. لو انا بشتغل، لو انا بذاكر، لو انا بعمل اي حاجه، يبقى جنبي طبق خضار وفاكهه، شويه مكسرات على خفيف، لب بتاع، بس بكميات طبعا مش الدنيا تتفتح يعني. فاحنا محتاجين احنا نرمي القمامه الاول، وبعد كده نبتدي ناخد الاكل الكويس، صحتنا بروتين كويس، اكل كويس معمول في البيت. وبعد كده الفيتامينات دي صراحه انا ما بشجعش ان الواحد ياخد فيتامينات كده من نفسه. الفيتامينات دي يقيمها دكتور الاطفال لو كان حد صغير، او دكتور البطن او التغذيه لو حد كبير، لان كل بني ادم احتياجه من الفيتامينات مختلف، كل فئه عمريه مختلفه، كل سن مختلف. فاحنا بنقيم البني ادم ونشوف ايه المكملات الغذائيه اللي هو محتاجها. اخر حاجه اللي هي رقم 7، يعني دي اضافه من عندي انا، وانا شايفه انها مهمه جدا جدا في حياتنا، اللي هي العلاقات الانسانيه الطيبه، العلاقات الاجتماعيه الطيبه. احنا في اشد الاحتياج اليها، ما تتخيلوش قد ايه تجمعات البني ادمين البشر الحقيقيه اللي هي بعيده بقى عن الشير واللايك والكومنت، نو، ان احنا نتقابل ونتكلم ونحكي عن اللي فات ونحكي عن اللي جاي ومشاكلنا دلوقتي، ونبقى قاعدين قاعده حلوه دي. احنا في اشد الاحتياج الى هذا النوع من العلاقات في حياتنا، على الاقل مرة في الأسبوع. ما تتخيلوش دي سحر، وما تتخيلوش قد ايه أثرها على صحتنا وعلى نفسيتنا. أنا عارفة إن الفيديو طويل بس مهم، وكنت محتاجة إن أنا أجمع التجميعة دي كلها، وما كنت عارفة إن أنتم مش هتسمعوه غير لو هو جوه المسابقة. دلوقتي نيجي لسؤال المسابقة. أنا اتكلمت في التعامل مع ضبابية الدماغ إن إحنا عندنا 7 خطوات ممكن نتبعهم، هتفرق معانا جدا. قولولي على خطوتين من ال7 خطوات واكتبوهم لي في الكومنت، وإن شاء الله بإذن الله بكرة زي دلوقتي هننزل الفائز. أشوفكم على خير.